نهار لحد 19 يناير تم حظر تطبيق تيك توك لمده 13 ساعه في الولايات المتحده الامريكيه، والسبب اللي خلى التطبيق يتبانا بزاف الناس ما عارفينوش، والبعض كيسحب لهم ان امريكان هي اللي بانات التطبيق، ولكن القضيه اكبر من امريكان والصين او مساله تجسس ما بينهم، والواقع تيقول ان المساله كتعلق بالامريكيين كاملين والغرب والدول العربيه وخصوصا القضيه الفلسطينيه. وفي هذا الفيديو غنتعرفوا هذا الشيء كامل وشنو السبب اللي خلى الامريكيين كاعين على هذا الوضع، وخاصه صناع المحتوى اللي شركه تيك توك تخلص صناع المحتوى في امريكا على الفيوز بحال فيسبوك ويوتيوب. داكشي علاش خذ لك شي كاس ديال القهوه ويلا نغوصوا في هذه القضيه. مول الغواصات. واخا تيك توك ترفع عليه الحظر حاليا، فهاد الشيء راه ما كيعنيش منع منها نهائيا، بل مازال الحكومه الامريكيه فارضه على الشركه الام ديال تيك توك واللي هي بايت دانس انها تبيع ليها الفرع الامريكي ديال تيك توك لشخص او شركه امريكيه، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال لي زارشي ملياردير الامريكيين والشركات ديال التكنولوجيا العملاقه يقدموا عروض باش يشريو تيك توك. وحتى من اشهر يوتيوبر في العالم مستر بيست دخل على الخط وعرض الشراء ديالو على البلاتفورم ديال تيك توك. وامريكا فارضه هذا الشيء على الصين بحجه ان التطبيق كيهدد الامن الداخلي ديالها، لكن الشركه الام بايت دانس رافضه هذا الموضوع بشاشه ومبغاش تبيع تيك توك شي شركه امريكيه. وبسبب هذا الضغط اللي دارت امريكا فراه شركه بايت دانس هدداتهم بانها هي اللي غتوقف تيك توك على الامريكيين، وبالفعل دارت داك الشيء لمده 13 ساعه فقط. ولكن علاش امريكا دايره هذه القيامه كامله على ود التطبيق؟ بقاش تيك توك اليوم هو التطبيق ديال السوشيال ميديا الاكثر استخداما عند جينيراسيون زيد في امريكا وفي العالم كامل، وكيجذب مليار مستخدم شهريا. تيك توك في البدايات ديالو كان سميتو ميوزيكلي وكان متخصص في مقاطع الفيديو القصيره بحال دابا نيش، وفي سنه 2017 شراتو الشركه الصينيه بايت دانس وداروا عليها تعديلات كبيره حتى ولا كيف ما معروف اليوم وعطاو اسم تيك توك، ونجح بشكل كبير اللي حتى شي واحد في العالم ما كان كيتوقع ان التطبيق غيتحول لظاهره عالميه. والناس اللي دوزوا تيك توك في 2018 و2019 راه عاقلين على الطفره اللي دار تيك توك. اولا هذا المشكل اللي بين امريكا والصين ما جاش بين ليله ونهار، بل هذه المساله بدات اكثر من هذه 4 سنين، وبالضبط في سنه 2020 فين اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحرب على تيك توك في الفتره الرئاسيه ديالو، تما فين صدر اوامر تنفيذيه اللي كتجبر شركه بايت دانس اللي هي المالكه ديال تيك توك تبيع الفيرسيون الامريكيه ديال تيك توك لشركه امريكيه بحال مايكروسوفت او اوراكل او اي شركه امريكيه باغا تشريه، وعطاهم مهله 45 يوم. لكن هادشي قابلوا الرفض من شركه بايت دانس وعطات فقط الموافقه باش يديروا شراكه مع شركه التكنولوجيا الامريكيه اوراكل باش كاع الداتا ديال المستخدمين الامريكيين تكلف بهم اوراكل باش يتاكدوا انه ما كاين حتى شي تدخل من طرف الحكومه الصينيه فيما يتعلق بالبيانات المستخدمين الامريكيين لتيك توك. وعلى الرغم بان تيك توك كانت متعاونه كليا مع الحكومه الامريكيه في هذا الشيء، لكن امريكا عاد مازال القلق ديالها حول الشركه الام بايت دانس، وفتحات بزاف ديال التحقيقات بهذه الشركه لكن بلا ما تلقى حتى شي دليل ضدها، بحيث ان الحكومه الامريكيه كانت كتظن بان دوله الصين كتستعمل تيك توك باش تجمع معلومات وبيانات على امريكا والشعب ديالها، خاصه ان الصين فارض على الشركات انها تعطيهم البيانات والمعلومات الحكومه الصينيه. زائد ان الصين مانعه كاع التطبيقات ديال السوشيال ميديا اللي كنعرفوا بحال فيسبوك وانستغرام وتويتر، وحتى من تيك توك راه كيستعملوا نسخه خاصه بهم ماشي بحال اللي عندنا حنايا، وما يمكنش يطلع لك شي محتوى رديء بحال اللي كاين في بعض الدول العربيه، وحاطين قوانين صارمه كما انه اقل ادمانا مقارنه بدول العالم. هذا الشيء غيبقى بحال هكا حتى لسنه 2024 فين وقع الرئيس الامريكي جو بايدن قرار رئاسي يطالب فيه الشركات ديال بايت دانس انها تبيع النسخه الامريكيه ديال تيك توك او انها غادا تبانا تماما يوم 19 يناير 2025. هاد التهديدات خلات الشركه الام بايت دانس هي اللي تقطع تيك توك في امريكا، ولكن هذا المنع ما فاتش 13 ساعه ورجعت تيك توك للعمل في امريكا بامر من الرئيس الجديد للولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب اللي تعين كرئيس رسميا في 20 يناير 2025. في هذا الوقت امريكا كامله ترونات مع الحظر ديال تيك توك، والشعب الامريكي بالعاني مشى كيانستالي في تطبيقات صينيه ضد في الحكومه الامريكيه. الحكومه الامريكيه منذ البدايه اعلنت على ان السبب الحقيقي اللي خلاها تطلب من بايت دانس تبيع تيك توك او غادي يتم الحظر ديالها نهائيا في امريكا اللي هو المخاوف ديالها بان الصين تقدر تستخدم تيك توك كاداه لجمع بيانات المستخدمين الامريكيين. ولكن واش فعلا هذا هو السبب الحقيقي؟ اكيد لا، لانه ديجا تيك توك كتستعمل السيرفرات ديال الشركه الامريكيه اوراكل باش تخزن المعلومات ديال المستخدمين الامريكيين، كما ان مساله جمع البيانات والداتا ديال مستعملي تيك توك في امريكا فرا اغلب التطبيقات بحال فيسبوك انستغرام ويوتيوب وتويتر كيديروا هذه المساله وكيتاجروا بهذه المعلومات وهذه البيانات الشخصيه ديال الامريكيين وديال اي واحد كيستخدم هذه لي بلاتفورم. وهذا الشيء راه كلشي كيعرفوا مزيان. السبب الحقيقي هو بكل بساطه ان الولايات المتحده الامريكيه كتعتمد في السياسه ديالها على نشر البروباغندا باش تضمن انها هي المتحكم الاول والاخير في داك الشيء اللي كيشوفوه وكيسمعوه المواطنين الامريكيين والمواطنين ديال الدول الغربيه اللي هما الحلفاء ديالها وحتى دول العالم الثالث. وامريكا كتعتمد بزاف على الاعلام باش تروج وتزوق وتمحي او تخلي حقائق اللي كيتمشاو مع المصالح ديالها. وبالنسبه لي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا فراهم الحاضر والمستقبل ديال نقل المعلومه، وخاصه بالنسبه للشباب والاجيال اللي عاد طالعه واللي كتعتمد على السوشيال ميديا في حياتها اليوميه، وخاصه تيك توك اللي كتعتبر اكثر تطبيق استخداما من طرف المراهقين الامريكيين وكنضل المراهقين ديال العالم كامل. وتخيل معايا التطبيق ما كاينش في يد امريكا اللي كتعتبر راسها
وخاصه انها الامير النايف باقي دول العالم، بل في يد العدو واللدود ديالها اللي هي الصين. وإلا عقلتي مزيان قلت لك ان اول مره اعلنت امريكا الحرب على تيك توك كانت سنه 2020. سنه 2020 كانت هي السنه اللي غيرت العالم باشهر فيروس في القرن 21 واللي هو كوفيد 19. في ذاك الوقت امريكا كان خاصها تنشر المعلومات والافكار اللي غادي يخدموا المصالح ديالها. امريكا قدرت تنشر الافكار ديالها في ذيك الوقت في لي بلاتفورم اللي تابعين ليها، ولكن ما قدراتش تنشر هذا الشيء في تيك توك لان تيك توك شركه صينيه وحكومه امريكا ما عندهاش عليها حتى شي سلطه من هذه الناحيه. وثاني مره قلت لك بان امريكا اعلنت الحرب على تيك توك سنه 2024، السنه اللي دوزها الاحتلال الصهيوني كامل كيقتل في خوتنا الفلسطينيين. هنا امريكا كان خاصها تنوض وتبدا عاوتاني تزور في الحقائق وتروج لاسرائيل على انها هي الضحيه في هذا الشيء كامل. وهذا الشيء كامل شفناه وعشناه. شفنا مؤثرين اللي مشاو لهم لي كونت ديالهم في فيسبوك او انستغرام غير حيت دعموا فلسطين، وشفنا دي بوست اللي كيتمحاو رغم انهم كانوا غير ناقلين الحقيقه ديال الاحداث اللي كانوا كيعيشوها خوتنا في فلسطين. ولكن هذا الشيء ما كانش كيطرا في تيك توك، بل تيك توك هو اللي خلى الشباب الامريكي والعالم كامل يعرف الحقيقه ديال دوله اسرائيل لاول مره في التاريخ. وهذا الشيء اللي خلى الشباب هما الداعمين الاكبر لتحرير فلسطين في العالم الغربي، حيت ما كيتغداوش على البروباغندا الامريكيه الاسرائيليه في القنوات الاخباريه او فيسبوك. هذا الشيء كامل كيخلي تيك توك هو اكبر بلاتفورم الوحيده في العالم اللي ما تابعش الولايات المتحده الامريكيه. داكشي علاش كيخليها اكبر تهديد بالنسبه لهم، وخاصه انها ديال الدوله اللي كتعتبر هي العدو الاول لامريكا في الوقت ديالنا. ولكن رغم ذلك راه الهدف ديالهم الحقيقي ماشي هو الحظر ديال تيك توك، بل بالعكس هما بغاو يتباع لشخص او شركه امريكيه حيت عارفين الاهميه ديالو الا كان في يدهم. داكشي علاش ترامب صرح انه ناوي يخليه، ولكن غادي يتباع لامريكا. وما كرهش اغنى رجل في العالم واللي هو الصديق ديالو هو اللي يشري هذا التطبيق باش هكذا يسهل عليهم يتحكموا فيه، وخاصه ان الحظر ديالو غادي يكلفهم مليارات ديال الدولارات بلا ما نهضروا على الغضب ديال 170 مليون مستخدم. كما انه اكثر من 10 مليون شركه كتعتمد على تيك توك في الترويج لنفسها، الشيء اللي خلاها كتحكم في اكثر من 4% من سوق الاعلانات الرقميه في امريكا بحجم ديال 310 مليار دولار، وهذا الشيء غير في 2024 بوحده. هذا الشيء كيعني ان امريكا محمره عينيها في تيك توك، وخاصه ان 90% ديال الشباب والمراهقين الامريكيين كيستخدموا التطبيق اكثر من اي بلاتفورم اخر، وهذا الشيء اللي كيخلي تيك توك هو اكبر بلاتفورم ديال السوشيال ميديا اليوم وحتى في المستقبل. والا قدروا يتحكموا في الاجيال الصاعده اليوم فراه ما غاديش يلقاو مشكل معاهم في المستقبل. يا حبيبي مول الغواصه. داكشي علاش انا كنظن انه تيك توك ما غاديش تم الحظر ديالو في امريكا، وعندهم جوج ديال الاختيارات. الخيار الاول اما غادي يتباع الولايات المتحده الامريكيه او حكومه ترامب غادي تفرض عليهم قوانين صارمه باش تولي تتحكم فيه بحال لي بلاتفورم الاخرين. اما مساله الحظر راه مستبعده جدا. كما العاده كان معكم مول الغواصه، كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره بطريقه زوينه. لذلك ما تنساوش الاشتراك واللايك باش هكذا نزيدو نطوروا من المحتوى ديالنا.